ذاب الرجال وحال دون مجالهم. أهل الطرق الباطلة تشبهوا بهم في هذه الخصلة، وأصبحوا في بعض مجالس الذكر التي يسمونها يأتون بالطبل ويضربون الطبول، يصفرون ويصفقون، ويأتون بالقصائد والأناشيد والمدائح وأشياء من هذا القبيل، ويعتبرون هذا مجلس ذكر، يعتبرون مجلس ذكر. وزادوا أيضا على ذلك أن مع الطبل والصفير والصفيق زادوا على ذلك هز الأجسام بالرقص. وفي بعض كتب الطرقية لما يتكلمون عن السماع الذي هو الذكر يأتون بهذه الأشياء، وفي بعض كتب الطرقية يتبعون كتاب السماع بكتاب آخر منصوص عليه في كتبهم، سموه آداب الرقص، لأن الطبل والصفير والصفيق والأناشيد هذه تهيجهم، ما يبقى الإنسان جالس مكان، لا يقوم ويهز الجسم. حتى بعضهم قالوا إن هذا الهز للجسم هو الذي دل عليه قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قالوا يرقص قياما وقعودا وعلى جنوب، ما يبقى الذكر جالس، لا، قالوا يقوم ويهز جسمه، يرقص يمين شمال إلى آخره. قال هذا هو المراد بالآية. انظر كيف تلاعب فيهم الشيطان عدو الله، كيف تلاعب فيهم. وضعوا في كتبهم شيء يسمونه آداب الرقص، لأن هذه المكاء والتصدية الذي هو كان طريقة أهل الجاهلية وجد في بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما مر معنا في الحديث، قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فهذا المكاء والتصدية موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبرا شبرا ذراعا ذراعا. فبعضهم يعني في كتب الآداب عند الطرقية هذا موجود، كتب الآداب وضعوا آداب في الرقص في حلقات الذكر. هذه حلقات الذكر يعني أذكر من الأشياء اللي مرت علي في ذلك، قالوا إن الشيخ إذا قام رقص، شيخ الطريقة إذا قام رقص وسقطت العمامة من شدة الرقص، قالوا من أدب الحاضرين كل واحد يفسخ عمامته، لأن مو معقول الشيخ عمامته سقطت من الرقص والناس باقية عليها العمل. قال لا، كل واحد يفسخ عمامته، هذا أدب. قالوا إذا كان الشيخ هاج مع الطرب ومع الرقص وما تمالك نفسه ومزق ثوبه،